لو انت طالب ومزنوق في المذاكرة او بتذاكر كتير وبتنجز قليل او بتذاكر وبتنسى اللي انت ذاكرته، يبقى الفيديو ده علشانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، واهلا بيكم في قناتي، المكان اللي هيساعدك تحب نفسك وتطورها وكمان تنجح على المستوى المهني والاجتماعي. ويلا نبدأ الفيديو مع بعض. في الفيديو ده هقولك على شوية خطوات لو طبقتهم وانت بتذاكر هتضمن ان انت تذاكر كتير في وقت قليل وتفتكر اللي انت ذاكرته وكمان تحل كويس في الامتحان. اول حاجة لازم تختار الوقت اللي انت بتحب تذاكر فيه. في ناس بتحب تذاكر بالليل وفي ناس بتحب تذاكر في النهار، فشوف ايه الوقت اللي انت بتحب تذاكر فيه وخصصه للمذاكرة. تاني حاجة لازم تجهز مكان يكون مخصص للمذاكرة وبس، وما تعملش فيه اي حاجة تاني غير المذاكرة، وبلاش تذاكر على السرير لان عقلنا بيربط ما بين المكان والحاجة اللي احنا بنعملها في المكان ده، فدايما عقلك رابط السرير بالنوم والراحة، فاول ما بتذاكر على السرير بتحس ان انت عايز تنام. تالت حاجة لازم تبعد عن اي مشتتات، سواء المشتتات دي من جوه البيت او من بره البيت. يعني تختار مكان هادي، ما تقعدش مع حد علشان خاطر ما تتكلمش معاه كل شوية، وكمان تبعد عن اي حاجة ممكن تشتتك زي التليفون التلفزيون، ويا ريت ما تدخلش بالتليفون اصلا. اما لو انت بتذاكر على التليفون فتقدر تنزل اي ابليكيشن من اللي بيكتم اصوات الاشعارات علشان تقدر تكون مركز. رابع حاجة لازم تستخدم اكتر من حاسة وانت بتذاكر، يعني مثلا ما تذاكرش بالقراية بس، لازم تستخدم كذا حاسة علشان علميا ده بيثبت المعلومات اكتر في دماغك. يعني مثلا تذاكر بالورقة والقلم، تقرأ، تشوف صور تربط المعلومات في دماغك، لان ده بيساعد عقلك ان هو يسترجعها بطريقة اسرع. خامس حاجة لازم تراعي ان انت تذاكر فترة مستمرة من غير اي قطع، وبعد كده تاخد راحة لمدة مثلا 5 دقايق. وممكن تطبق في كده طريقة برومودورو، والطريقة دي بتعتمد ان انت تذاكر 25 دقيقة متواصلين من غير اي قطع، وبعدين تاخد 5 دقايق راحة، وبعد كده تذاكر 25 دقيقة و5 دقايق راحة على 4 فترات، وبعد ال4 فترات تقدر تاخد راحة مدة اطول، ممكن تكون نص ساعة او ساعة. سادس حاجة لازم تنوع في المواد، يعني مثلا مش طول فترة المذاكرة تفضل ماسك مادة واحدة، ده اصلا هيحسسك بالملل، هتبقى خدت قدر كبير من المعلومات خاص بموضوع واحد او بمجال واحد، وده عقلك مش هيقدر يستوعبه، فلازم تنوع في المواد. سابع حاجة ودي مهمة جدا جدا جدا، وهي اللي هتساعد ان كل الخطوات اللي قبل كده تكون تمت بطريقة صح، هي الحل. مفيش حاجة هتثبت اللي انت ذاكرته، هتساعدك تعرف انت ماشي صح ولا غلط، تعرف نقاط القوة ونقاط الضعف في المذاكرة بتاعتك غير الحل. فلازم تنهي المذاكرة بتاعتك بالتطبيق. بس كده لو طبقت الخطوات دي وانت بتذاكر هتلاقي ان انت اصلا حبيت المذاكرة، هتلاقي المعلومات ثبتت اكتر في دماغك، وهتلاقي نفسك بتنجز اكتر بكتير من قبل كده. في الفيديو الجاي هقولك على طريقة لو طبقتها وانت بتذاكر هتساعدك ان انت تنجز اسرع وتثبت المعلومات اكتر في دماغك، وكمان هتخليك تحب المذاكرة. فاستنى الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. مع السلامة.